السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا جماعة؟ عاملين ايه؟ كل سنة وانتم طيبين. انا جاي اتكلم معاكم النهاردة في موضوع جديد ومهم، ازاي نحصن الحمام بتاعنا من مرض الروش. طبعا مرض الروش ده من اكتر واصعب الامراض اللي الواحد ما بيقدرش عليه، واللي انا شايفه فعلا ان هو ملهوش علاج. يعني مرض الروش ده لو جه فرد الحمام بتاعك وانت ملحقتوش من الاول او بدايته، فرد الحمام ده بيروح منك. قبل بس ما اخش معاكم في الموضوع، يا ريت ما تنسوش تدعموني بالاعجاب بالفيديو عشان يوصل لكل الناس وكل الناس تستفاد، ولو بيشترك في القناه عشان يوصلك كل الحاجات الجديده. ازاي تحصن الحمام بتاعك من مرض الروشه؟ اول حاجه، ايه هو مرض الروشه؟ مرض الروشه ده هو مرض بيجي للحمام، تلاقي عندك فرد الحمام بتاعك تخش عنده تلاقي الرقبه بتاعته عماله تلف، عمال يلف حوالين نفسه، واقف في جنب لا عارف ياكل ولا عارف يشرب، رقبته عماله تلف حواليه. كل دي بتبقى في بدايه المرض. تاني مرض بعد كده تلاقي رقبته لفت خالص. اصعب مرض خالص تلاقي رقبته ملوحه خالص، راسه تحت وبقه فوق. تعرف ان كده ان المرض اتمكن منه وملهوش علاج، وانت ساعتها يا اما تذبحه يا اما تشوف له اي نتيجه، بس ساعتها مش هتعرف فرد الحمام ده بتاعك ده يبقى كويس تاني. طيب ازاي احصن نفسي بقى من المرض الروشه ده عشان ما يجيش للحمام ويأثر على الحمام بتاعي؟ اول حاجه، مرض الروشه ده بيجي للحمام نتيجه تغير تقلبات الجويه بالذات في فصل الشتاء. انت عندك في فصل الشتاء مرض الروشه ده ما بيجيش غير اكتريته في فصل الشتاء. طيب ازاي احصن منه؟ اول حاجه، المكان بتاعك لازم يكون التهويه بتاعته تكون متدفيه كويس جدا. يعني ايه متدفيه؟ يعني انت ما يكونش عندك تيار هواء في المكان بتاعك. انت اول لما يبدا عليك دخول فصل الشتاء، بدايه من اواخر شهر 12 كده وبدايه شهر 1، تبدا طبعا لو انت طالع من فتره قلش وفي فصل الصيف، تبدا ان انت تاخد احتياطاتك، تبدا تشوف الجهه البحريه اللي عند الحمام اللي انت كنت بتبقى سايبها له في فصل الصيف عشان يتهوى بيها وعشان درجه الحراره العاليه، تبدا فورا تقفل المكان ده. تبدا اول حاجه تقفل الجهه البحريه دي، ما تخليش دايما ان انت تخش ما تحسش بتيار هواء في المكان. تفتح بس جهه واحده، اي مكان اي جهه، والافضل تكون الجهه القبليه. تفتح الجهه القبليه بس، الجهه القبليه دي تسيبها مفتوحه وتقفل الجهه البحريه. اهم حاجه ان انت تخش عند الحمام بتاعك يبقى المكان ما فيهوش تيار هواء، ما تحسش بسقوعيه وتحس بتيار هواء في المكان بتاعك. تاني حاجة، تبدأ تشتغل على الحمام بالفيتامينات. وطبعا نكون ان احنا المفروض عاملين كده زي ما قلنا ان احنا بنهتم بموضوع الفيتامينات في فترة القلش، ويكون الحمام بتاعك مهتم بالفيتامينات بتاعته عشان يفيدك في موسم الانتاج. يبقى انت لازم تهتم بتقوية المناعة بتاعته، لانك انت لما تهتم بتقوية المناعة بتاعت فرد الحمام ولا قدر الله داخل عليه مرض روشي او حاجة، الجهاز المناعي بتاعه يكون قوي ويقدر يتفادى المرض ده. غير لما يكون فرد الحمام بتاعك تعبان والجهاز المناعي بتاعه تعبان، يبقى مش هيقدر يقاوم المرض ده. يبقى احنا نحصنه زي ما احنا قلنا، ان احنا نقفل المكان كويس، المكان بتاعنا ما يكونش فيه تيار هواء، لان التيار الهواء اول لما بيمسك فرد الحمام بيلطش فرد الحمام بيجي له روشه على طول. الافضل لو انت هتشتري حمام ما تشتريش حمام جديد في الوقت ده، لان ممكن انت تجيب فرد حمام عنده بدايه مرض روشه، او فرد الحمام ممكن يجي عندك يجي له مرض روشه بسبب تغيرات المكان، كان في جو وجي عندك تاني خد جو تاني. يبقى الفتره دي اللي هي بدايه شهر 1 الافضل ليك ان انت ما تشتريش حمام الا لما تكون واثق من المكان اللي هتجيب منه ومقلب فرد الحمام كويس، عشان برضو التغيرات الجويه، ان هو ممكن كان يكون في مكان دفى ويجي عندك يكون المكان برد عندك شويه ما يستحملش يجي له مرض الروشه ده. يبقى احنا زي ما قلنا داخل عليك فصل الشتاء، تبدا تقفل التيارات الهواء، تقفل الجهه البحريه، ما تحسش بتيار هواء في المكان بتاعك. زائد ان انت تشتغل على فرد الحمام بتاعك بموضوع ان انت تديله الفيتامينات اول باول عشان تقوي جهاز المناعه بتاعك. وانا حبيت اشارككم الموضوع ده يا جماعه، ويا رب اكون فدتكم. ويا ريت ما تنسوش تدعموني بالاعجاب بالفيديو عشان يوصل لكل الناس وكل الناس تستفاد. ولو بتشوفني لاول مره ما تنساش تشترك في القناه عشان يوصلك كل الحاجات الجديده. وشكرا لكم، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.